بسم الله الرحمن الرحيم. حسن المغربي سيغفريد. إخواني أخواتي المغاربة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا الفيديو ديال اليوم الموضوع ديالو ماشي سر عسكري، هذه مسائل نقلتها صحيفة مغربية وطنية ديال النخبة ديال ولاد فرنسا. هذا الخبر إذن ليس سرا عسكريا وهو مسموح بتداوله. حصول المغرب على مدافع قيصر الشهيرة، مدافع قيصر مدافع فرنسية من صناعة مجموعة نيكستير. باش كتميز هاد المدافع هاد المدافع بعدا ماشي غير المغرب فقط اللي حصل عليهم، ولكن كاينه طلبية ديال السعودية، بلجيكا، الدنمارك، أوكرانيا حصلت عليهم في الحرب ضد روسيا، وحتى فرنسا تستعملها في جيشها. هاد المدافع هادو ديال قيصر الفرنسية جاو كيعززوا واحد المجموعة ديال 448 مدافع ذاتية متحركة مغربية، من اللي الغالبية ديالها M109 اللي هي أمريكية الصنع. هاد المدافع M109 المدى ديالها 18 حتى 23 كيلومتر ديال لابورتي ديالها. هاد المدافع هادو ديال قيصر اللي اقتنى المغرب المدى ديالهم 40 كيلومتر، وغنوريكم الأهمية ديال هاد 40 كيلومتر هادي فاش كتجلى. المغرب داير واحد الطلبية، واحد لا كوموند على هاد المدافع هادو ديال قيصر الفرنسية، ولاحظتوا على أن المغرب ينوع مصادر تسليحه، ها الأمريكيين ها الفرنسيين ها الصين ها الروس اللي بغيتي، باش عمرو ما يكون القرار ديالو التسليحي ولا حتى السيادي ولا السياسي مرهون بيد أحد، عكس الجزائر اللقيطة المرتمية في أحضان روسيا الخردوية. هاد مدافع قيصر دار المغرب طلبية عليهم في 2020، فتوصل في هاد نوفمبر هذا ب 36 نموذج، 36 مدفع من مدافع قيصر. شحال العدد ديال الطلبية الله أعلم، سر عسكري. الدفعة ديال 36 مدفع ديال قيصر تلقاتها مجموعة ديال الشبان المتكونين في ميدان المدفعية ولاتيري في 16 نوفمبر، وداروا عليها تداريب بسيطة، حيث أن التدريب ديال على هاد المدافع هادو ما كيطلبش أكثر من 3 أيام. أكثر من 3 أيام كيولي الإنسان بارع فيها، وكاين يلاه واحد 3 ديال البطونات علاش كيبرك الإنسان، يعني ماشي شي حاجة اللي هي كثيرة، ومدافع كتصيب بدقة متناهية بالمليمتر. يعني هي أيضا فيها النظام معلوماتي ديالها، ماشي مدفع تقليدي، ولكن مدفع أيضا مزود ببرمجيات معلوماتية انفورماتيك. هاد المدافع هادو علاش وقع الاختيار ديال المغرب عليهم؟ على أنها جوج حوايج مهمين للغاية: سهولة الاستعمال، الحركية المفرطة، ولا بغينا نزيدو السبب الثالث هو أنه المدى ديالهم 40 كيلومتر، كيضرب 40 كيلومتر، والعيار ديال القذيفة 155 ملم، يعني 15 سنتيم ونص القطر ديال القذيفة، 15 سنتيمتر ادمي. هاد 40 كيلومتر كتجعل هاد المدافع هادو في منأى على السلاح المضاد للمدفعية ديال العدو، لأن الجبهة كتكون بعيدة ب 40 كيلومتر، وبالتالي ملي كيضرب هاد المدفع هذا القذيفة ديالو وقبل ما تصطدم بالأرض عند العدو، كيكون المدفع تحرك وتنقل إلى موقع آخر قبل حتى الرادار اللي خدا المعلومات الأولية ديال الموقع الأولي، قبل ما يعيق الرادار العدو بأنه راه هو بدل الموقع ديالو، فحتى الضربة الانتقامية ما كتجيش فيه، يعني كيضرب وكيهرب بواحد الشكل سريع اللي قبل ما تنفجر القذيفة باش يعيق العدو، وقبل ما الرادار ما يعرفوا كما قلت لكم تحرك، كيكون ديجا بدل الموقع ديالو. هذا المدفع اذا كيضرب 40 كيلومتر
يعني داخل تجمعات ديال العدو. تعطات من طرف فرنسا 18 نسخة إلى أوكرانيا في ربيع والصيف ديال هذه السنة 2022. أثبتت هذيك 18 نسخة ديال قيصر الفعالية ديالها، تدمير عدة دبابات، مدافع، مستودعات ذخيرة روسية. لكن كيبقى أنه حصل أن هذا المدفع هذا تم تدميره من طرف درون روسية لانسيت. هذا المدفع هذا ملي كنسولوا خبراء في الشركة ديال نيكستير، مجموعة نيكستير الفرنسية، واش فعلا هذا المدفع ديال قيصر هدف سهل للدرونات، يجيب الجميع اللي كيفهموا بأن كاع الأسلحة الأرضية واللي حجمها باين وكبير راها كتكون هدف للدرونات. حتى شي سلاح من الأسلحة ما هو في منأى على القصف ديال الدرون، كيبقى غير المناورة والسرعة في التنقل هي اللي كتجعل من هذا المدفع هذا أنه كيتفادى الضربات ديال العدو. أكيد على أنه الأوكرانيين في خطأ ما أو لا بعدم اتباع التدريب والتعليمات كما يجب، أنه تعطلوا في لو ديغاجمون ديال هذا القيصر اللي كان عندهم يضربوا به الروس، فكانت الضربة الروسية أسرع من حركتهم. إضافة إلى أن هذا المدفع هذا في ذاك الوقيته تضرب من طرف ديك الدرون الروسية لونسيت اللي هي درون منفجرة، يعني فيها شحنة منفجرة، ماشي ما فيهاش واحد الشحنة بينيترونت يعني اللي كتدخل في البلانداج ديال دبابات ولا غيرها، وبالتالي فلم تخترق هذيك الدرون لونسيت الروسية، لم تخترق الجسم ديال هذا المدفع قيصر لأنه متين. هذا المدفع هذا قارنه المغاربة مع واحد الأخ ديالو شقيق اللي كيتسمى بروتوس أمريكي، ولكن فاز القيصر على البروتوس الأمريكي بسهولة الاستعمال، الحركية السريعة في التنقل، وأيضا الدقة في التصويب بالمليمتر. هذا المدفع هذا أثبت الفعالية ديالو في المالي، في سوريا، وفي العراق. السعودية دايره طلبية على 132 نسخة ديال قيصر، فرنسا كتستعمل 109 في الجيش ديالها، بلجيكا 28، الدنمارك وأوكرانيا عندها 18. هاد المدافع هادو مدافع اللي كيصلحوا لقصف العدو عن بعد والتخفي والإسراع بمغادرة المنطقة قبل أن يكشفك العدو بالرادارات أو الدرونات. يعني الإنسان خصو يكون على واحد المستوى ديال التدريب وديال الحركية وديال السرعة باش يناور به. هو كسلاح ما غاديش يخوي بالإنسان، ولكن خص الإنسان أيضا يعرف يتعامل معاه بالدقة وبالفطنة وبالدهاء. هذا الشيء الحمد لله اللي لا يخفى على جنودنا المغاربة الفطنين النجباء الأذكياء الأبطال. التدريب كان بسيط وما كاملاش 3 أيام وأتقنه الأبطال المغاربة. فدفعة أولى 36 مدفع، هو كياخذ يعني الدورة ديالو ديال الصناعة ديالو من 18 إلى 24 شهر عاد كيكون واجد. هنالك أخبار كتتكلم على أن ربما مجموعة نيكستير بسبب الضغط المتنامي ديال السلاح اللي كتعطي فرنسا إلى أوكرانيا ضد روسيا أنه قد تتأخر الطلبيات على السعودية. مثلا الدنمارك اعتذرت فرنسا على واحد التأخير غادي يوقع للدنمارك في الطلبية ديالها، ولكن في المجمل المسؤولون ديال مجموعة نيكستير تيقولوا لو بروميي اريفي لو بروميي سيرفي. المغرب دار لا كوموند من 2020، وبالتالي فلا خوف على الكمية ديالو المحجوزة سلفا. إذن المغرب ينوع
سلاحه ودخل الجوهرة دابا ديال المدفعية الثقيلة، المدفعية ديال الميدان، مجموعة هي مدافع قيصر إنتاج مجموعة نيكستير الفرنسية. هذه مزيانة للأعداء في الصحراء، المهاجمون أو الذين يمنون النفس بأنهم غادي يتحركوا نحو المواقع ديال العدو، كيعطيهم هذا المدفع واحد الثبات، واحد التعامل مع الرادارات، الكشف ديال العدو، وأيضا الضرب ديال العدو من مسافة 40 كيلومتر بدقة بالمليمتر. وبالتالي فحظوظ الجزائر اللقيطة والحرامي ديالها البوليساريو في تلاشي مستمر من أنهم يشكلوا أي تهديد على المغرب، الجيش المغربي، المواقع المغربية. أضف إلى هذا غير يعني نقطة من بحر في المعلومات، لأنه المغرب ما كيكشفش على المشتريات ديالو، لا على الكم ولا على العدد. اللي كنعرفوا هو أن المغرب دائما كيمشي النوعية وماشي الكمية، وحتى الكمية كياخدها بالشكل الكافي، وينوع المصادر ديالو باش ما يكون مرهون في يد حتى شي دولة صانعة قرار. وأن السلاح اللي خدا المغرب كله بين النجاعة ديالو مع روسيا. علاش كنقولوا روسيا؟ لأن الجزائر تتسلح بالسلاح الروسي أكثر من 80%. وبالتالي فالميدان ديال الحروب المالي، سوريا، العراق، وخصوصا دابا اوكرانيا كيبينوا النجاعه ديال والصواب ديال الاختيار ديال المغرب في سلاح اثبت نجاعته، واثبت الفشل ديال السلاح ديال الخصوم ديالنا الجزائريين اللي هما كيجيبوا الرداء ولكن كيجيبوا الكميه. كمشه ديال النحل احسن من شواري ديال الدبان. اضف الى هذا انه السلاح خص تعرف في يدين من تحطو. الا تحط في يد مغربي واخا يكون سلاح تقليدي فراه كيدير به المعجزات، ولا جبتي اي سلاح مهما كان تكنولوجيا متقدم بما فيه هذا القيصر وعطيته للجزائريين سيصير خردة وحطاما، لانه الجندي الجزائري مكلخ ومكلس ومهزوم وبليد ولا يستوعب. ماشي غير 3 خصو 3 شهور وشوف تشوف وتضرب له على راسو بالمكدي 50 ضربه والماصه. واثبتت التجارب العسكريه المواجهه المغربيه الجزائريه 63 76 81 الى اخره اثبتت صدق ما اقول وما يقوله الجميع. وعلاش؟ الجزائري حقود بطبعه على المغرب لان عنده مركب النقص اللي هو فوندي اي بازي سيونتيفيكمون. اذا هذه غير نقطه من بحر. المغرب ما كيقولش، المغرب يصنع، يتدرب، يشتري، يقتني ويستعد، لأن كما قال الحسن تاني الله يرحمه، شوف أيها العالم مع من حشرنا الله في هذا الجوار هذا. ما كنطلبش منك تحرر لي الصحراء أنا فيها، ولكن غير شوف اش من عيفة وجرتيلة وعالة على البشرية حشرنا الله معها هذه الجزائر، هذه الزريبة هذه. وبالتالي كتب عليكم القتال وهو كره لكم. وخص الإنسان يحصن حقوقه التاريخية بالسلاح. حق بلا قوة ضايع، وقوة بلا حق هذا كيتسمى جنون. فخص الحق المدعوم بالقوة. مزيان. إذن المغرب غادي في طفرة تكنولوجية، اشتراء، تدريب وتصنيع ديال أسلحة متقدمة. طبعا المغرب يعني من دعاة السلم، ولكن المغرب أسد في الوغى. التزام ملكي هذا بأن المغرب بقدر ما هو ملتزم بالسلم وبضبط النفس ووقف إطلاق النار، فإنه لن يتوانى وبصرامة وشدة وعنف لا تتوقع على رد على أي اعتداء على الوحدة الترابية المغرب أو على المواقع المغربية. التزام هذا ملكي لا نقاش فيها، ولا يستفزناش ولا يمتحناش العدو. النصر إن شاء الله للمغرب على جميع الأصعدة، عسكريا، رياضيا، دبلوماسيا، سياسيا، اقتصاديا وشعبيا. يومكم سعيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.